الكازينو اللي اتبنى في عشرينيات القرن الماضي وكان بيجتمع فيه الملك فاروق، وكان بطل في كتير من أفلام السينما المصرية لفترات كتير من معالم اسكندرية، وموجود في أشهر وأعرق مناطقها من الشهرة والأضواء لمكان مهجور، ودلوقتي جه وقته في التطوير. كازينو السرايا في منطقة ستانلي هنحكي حكايته ونقول تركاية تطويره في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل حتة في اسكندرية، تاريخها ومشاريعها وتطويرها. أنا أخوكم مراد محمود، ولو مهتمين بكل حاجة في اسكندرية يا ريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات الجديدة. ويا ريت لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. ويلا نبدأ. كازينو السرايا اللي موجود أول كوبري ستانلي على البحر في منطقة رشدي في محافظة اسكندرية، كتير مننا كان بيعدي قدامه ما يعرفش المكان ده عبارة عن إيه. مبنى بيكسيه التراب، مهجور وشكله مخيف، ده غير إن وجوده على البحر كده ومفيش مباني حواليه كان بيخلينا نسأل المبنى ده بتاع ابن مين في مصر؟ كازينو كوت دازور، واللي اتغير اسمه بعد ثورة 52 لكازينو السفينة، وده لأن التصميم الخارجي للمبنى شبه السفينة، أو لو إنك قاعد جواه تحس إنك قاعد في سفينة في وسط البحر. الكازينو اللي شاهد على احتفالات بيحضرها الملك فؤاد بنفسه مع كبار رجال الدولة، اجتماعات لقيادات عسكريين أثناء الحرب العالمية الثانية، اجتماعات للملك فاروق مع حشيته، ده غير حفلات كتير أقيمت فيه وأحياها أشهر فنانين مصر في الوقت ده. وبعد ما كان ليه إدارة منفصلة قررت الدولة في وقت من الأوقات تأجيره لتعظيم الاستفادة منه، وبالفعل الفندق المجاور ليه سان جوفاني قام باستئجاره وأطلق عليه اسم كازينو السرايا، اللي استغله كقاعة أفراح ومطعم أسماك وغيره، وفضل الكازينو محتفظ بجماله. وفي سنة 1998 وبعد انتهاء عقد الإيجار ونتيجة لزيادة المحافظة في القيمة الإيجارية ليه ما بيتمش تجديد التأجير، ومن ساعتها بيترك للإهمال، ومع مرور الوقت أصبح مأوى للخارجين عن القانون وساءت حالته، حتى إن الكباين الخاصة بيه واللي موجودة أسفله على شاطئ ستانلي تم استغلالها بوضع اليد من بلطجية واللي فرضوا سيطرتهم على المكان. وعلشان كده وفي شهر مارس اللي فات قامت حملة مكبرة وبتكليف من السيد اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية بإخلاء 22 كابينة وتطهيرها من الخارجين عن القانون، وده للحفاظ على أملاك الدولة وإعادة استغلاله استغلال أمثل. ودلوقتي وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة بيتم دهان وترميم ورفع كفاءة المبنى وتزيينه بالأضواء المبهرة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، وده تمهيدا لاستغلاله علشان يساهم في زيادة موارد المحافظة وحفاظا على حالته وحمايته من التعدي مرة أخرى من الخارجين عن القانون، وكمان إعادته لسابق عهده. لو الحلقة عجبت حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات الجديدة لو حضراتكم مهتمين بكل اللي بيحصل في محافظة اسكندرية. ويا ريت لايك للحلقة وتقولولي في التعليقات زي ما تعودنا حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم.